عايزة تعملي حاجة حلوة سهلة وسريعة ومن غير ما تستخدمي مواعين كتير وأدوات كتير. لازم بقى تجربي فطاير المربى دي. عجينة هشة وقطنية جدا جدا، وعجينة كده رائعة بجد ممتازة، من أجمل المعجنات المهشة اللي ممكن تستخدميها في أي حاجة. هقول لكم حاجات كتير جدا. عجينة هشة زي ما انتم شايفين كده وطرية وسفنجية جدا جدا. هنعملها النهاردة فطاير بالمربى ممتازة، حلو وسهل وسريع، وهينفع لأي حاجة. كل اللي هيجربه هيعجبه. تعالوا يلا نبدأ في المقادير على طول ونشوف الطريقة. هحط كده في البولة نص كوباية من الحليب الدافي، وهحط كمان معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة ونص من الخميرة الفورية، يعني تكون مليانين كده معلقة ونص. هقلب كل المكونات دي كده كويس جدا مع بعض، والحليب يكون دافي علشان الخميرة تنشط معانا. وانا هنا بختبر الخميرة بتاعتي، يعني عملت اختبار وسبتها كده 10 دقايق ربع ساعة لحد لما بدأت تطلع فقاقيع كده زي ما انتوا شايفين من فوق. لقيتها كده شغالة، يبقى الخميرة بتاعتي شغالة ومظبوطة، اقدر ان انا اكمل الشغل. حبيت ان انا اعمل الخطوة دي معاكم علشان لو حد عايز يتأكد من الخميرة اللي عنده. بعد كده بقى هنزل بنص كوباية من الحليب تاني، وهنزل كمان بمعلقتين كبار من السكر، وربع كوباية من الزبدة، بس هاخد منها معلقتين كبار بس منها، والباقي هقول لكم هنستخدمه في انهي خطوة من العجينة. هنزل كمان ببضاية وشوية من الفانيليا، واقلب ده كله كده مع بعض كويس جدا جدا جدا. تقدري تستغني عن البيض لو مش بتحبيه في المعجنات، ولكن هي بتطلع لنا هشة وحلوة جدا جدا. اقلبهم كويس جدا مع بعض واتاكد كل المكونات اختلطت. هنزل بقى عليها بالدقيق. هحط كده 3 كوبايات من الدقيق في البداية، واحط عليهم نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر ورشة من الملح، واقلب كده مع بعض. ومعايا نص كوباية من الدقيق احتياط، هي بتاخد من 3 ل 3 ونص من الدقيق، 3 اكواب من دقيق، يعني من 3 ل 3 ونص كوبايات من الدقيق. حطيت انا كده ال3 كوبايات زي ما انتوا شفتوا. ببدأ ان انا اعجنها، حسيتها طرية لا وبتلزق جامد جدا في ايدي، ابدأ ان انا ازود شوية من الدقيق، وابدأ ان انا اعجنها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاها عجينة تكون مفتوحة معايا، في نفس الوقت بتلزق. مفتوحة يعني بتلزق شوية معايا في ايديا، علشان تطلع معايا في الاخر كده هشة وقطنية وجميلة جدا جدا. بعد كده ما بلم العجينه والدقيق كله يختفي، فاكرين بقى الزبده اللي احنا كنا مخليينها من ربع كوبايه الزبده اللي استخدمناها، الباقي استعملنا معلقتين في العجينه من جوه، وباقي الكميه ببدا ان انا احطها كده بلم بيها العجينه. بتدينا تيست رائع، بتدينا نعومه للعجينه، وبتبقى سهله معانا وما بتلزقش في ايدينا، ولكن بتبقى في نفس الوقت طريه. شايفين ما شاء الله العجينه طريه ولكن مش بتلزق في ايدينا وممتازه جدا. اتشربت بكل الزبدة، وبدأت ان انا اعجن فيها لحد لما تبقى معايا بالشكل ده، ناعمة ومتمالسة كده مع بعض ومتجانسة كده، وكل حاجة بقت زي الفل. بحطها كده في البولة وبسيبها تخمر، يعني ربع ساعة نص ساعة على حسب وقتي. بعد كده ما بتخمر بيكون شكلها بالشكل ده، تضاعف حجمها ما شاء الله. ونبدأ بعد كده نشتغل فيها. ببدأ كده ان انا افردها كده على الرخامة، وحطيت رشة من الدقيق من تحت بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الخمران يعني مظبوطة جدا، والعجينة طرية يعني بجد، ملمسها كان خطير. اتبعوا كل الخطوات والمقادير دي هتطلع معاكم ممتازة. ابدا بقى كده ان انا افردها، ومش بفردها بسمك رفيع قوي. هوريكم السمك اللي انا محتاجاه، لان دي عباره عن فطاير فاحنا عايزينها كده سمكها يبقى تخين شويه. السمك اللي انتوا شفتوه ده كده ممتاز، يعني زي الدوناتس كده كأنك بتعملي دوناتس. هبدأ بقى كده ان انا اقطعها كده، يعني دواير كده صغيرة. تقدري تقطعيها بقطاعة دواير عندك او اي شكل عندك تحبيه، او تقدري ان انت تقطعيها بكوباية، اي كوباية كده تقلبيها وتقطعي بيها. يعني هنا دي كانت عندي اداة كده استخدمتها وقطعت بيها، طلعت لي يعني الدواير بالشكل ده. ببدأ ان انا اقطعهم كده كلهم بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم استخدموا اي حاجة، يا اما كوباية يا اما قطاعة عندك، اي حاجة عندك تقدري تستخدميها، او اي شكل كمان. بعد كده ببدأ ان انا الم الزوايد من على الجنب، ودي طبعا ما بترميش، يا دوبك بلمها على بعض وبسيبها ترتاح عقبال ما اخلص الكمية اللي حواليا واحطها في الصاج، وبرجع ان انا افردها تاني. شايفين؟ بجيب بقى كده الصاج وبديله كده دهنة صغيرة من الزبدة او الزيت، وببدأ ان انا ارص فيه الفطاير اللي انا عملتها دواير بالشكل ده. بسيب كده مسافة ما بين كل واحدة وواحدة، لان طبعا لسه بتخمر وفيها خميرة وبيكنج باودر وبيض، فبيتضاعف حجمها وبتنفش، فسيب كده مسافة حلوة ما بين الواحدة والتانية. عملتها كده بالشكل ده، اعمل كل الكمية وادخلها بقى في مكان دافي تخمر براحتها لحد لما يتضاعف حجمها بالشكل ده. يعني هي حوالي خدت برضو 20 دقيقة نص ساعة على حسب الجو برضو اذا كان حر ولا برد.
بس بسيبها تخمر لحد لما يتضاعف حجمها بالشكل ده. بعد ما بتخمر بقى كده بجيب اي حاجه، سواء مثلا فنجان زي ما انا استخدمت، او الاداه اللي انا استخدمتها في الاول دي يعني كانت غطا حاجه فعملت بيها التجويف اللي في النص، او ممكن بظهر معلقه تفوجي تعملي فجوه كده من العجينه في النص، وفي نفس الوقت ما تخرمهاش، يعني ما تهبطيش الخمران اللي احنا حاطيناه، يا دوبك بس انا عايزه حفره كده في النص علشان احط فيها المربى، وفي نفس الوقت ما لما تدخل الفرن ما تفرش وتدلق وتتبهدل على الفطاير ويبقى شكلها وحش. عملت كده الفجوات، انا عملتهم كلهم بالفنجان، طلعت معايا ممتازه. وبعد كده بقى عندي مربى، اي نوع مربى انت حباه، انا استخدمت هنا مربى فراوله بالشكل ده، وبدات ان انا احط في الحفره اللي احنا عملناها او الفجوه اللي احنا عملناها في النص ديت بمليها بالمربى. بعد ما بخلصهم كده بسيبها شويه 10 دقايق كده بحيث ان انا اديها كده تخمر تاني شويه، 10 دقايق بس مش كتير. وبعد كده ببدا ان انا اجيب فنجان من الحليب او اللبن، بحط عليه شويه من السكر او نسكافيه او لبن بس، وبدهن بيه الوش بس كده، ولا اكتر ولا اقل. بدهن بيه الوش عشان كده تاخد لون ذهبي لذيذ جدا جدا. وبعد كده تدخل الفرن، هتدخل الفرن على درجة حرارة 200، ما بتاخدش 10 دقايق، يعني 10-12 دقيقة بالكتير. هي معجنات يعني هشة جدا خفيفة، هي منفوشة كده ولكن خفيفة من جوه جدا جدا. شايفين طرية ازاي؟ ما شاء الله عليها، كانت تحفة. اول ما بتطلع كده من الفرن ببدأ ان انا اغطيها شوية كده واسيبها لحد لما تبرد خالص في الصاج، وبعد كده انا ابدأ اشرب، وهوريكم برضو شكلها عامل ازاي من جوه وهنزينها ازاي. تقدري ان انت تستكفي بكده وما تزينيش الخطوه اللي انا هعملها، ولكن هي بتدي شكل تحفه جدا جدا. بجيب بقى عندي هنا مربى مشمش بحيث ان هي ما يبانش اللون معايا، او شربات تقيل او عسل نحل. انا استخدمت هنا شربات تقيل. بدأت ان انا ادهن بس الحوافي او الاحرف اللي على الجناب ديت بالشربات، وببدأ ان انا اجيب اي نوع مكسرات عندي. انا استخدمت هنا سوداني، وكمان هستخدم جوز هند، بحيث ان انتي تغطي كل اللي احنا حاطين عليه شربات او عسل او مربى، تغطي بيه. وبسيب الدايرة اللي في النص اللي احنا حاطين فيها المربى مش بجيب عليها اي حاجة. هنا استخدمت جوز هند بالشكل ده، برضو اداني شكل لذيذ وجميل جدا. ببدأ كده ان انا الحروف اللي انا دهنتها بالمربى او العسل او الشربات هي دي اللي بحط عليها المكسرات بتاعتي، سواء جوز هند، سوداني، اي نوع مكسرات انت حابه. وطبعا تقدري تستغني عن الخطوه ديت وتاكليها كده على طول اول ما تطلع من الفرن، بتبقى ممتازه. ولكن دي حاجه كده اضافيه بتدي شكل حلو وطعم حلو برضو جدا ومميز قوي. شايفين بقى شكلها من جوه؟ ما شاء الله، العجينه طريه وهشه، العجينه غنيه معانا، معموله بالبيض والحليب، كمان فيها زبده، فمديها طراوه وطعم غني جدا جدا. شايفين؟ ما شاء الله عليها، تحفه جدا من جوه، يعني هتعجب كل اللي هيجربها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. باي باي.